السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. صلوا على النبي يا حبايبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. قصة النهاردة يا حبايبي، صاحبتها مش حابة تقول على اسمها وانا احترم رغبتها. قصة النهاردة صاحبتها بتقول جوزها بيعمل معاها حاجة غريبة جدا، ان هو ما بيديهاش مصروف في ايديها. ما بيديهاش مصروف في ايديها، يعني بيديها على قد طلبات عيالها بس. هي ما شاء الله معاها ولدين وبنت، بيديها على قد عيالها وبس. اللي هو مثلا لو العيال هتفطر تجيب لهم شيبس بسكوت الكلام ده، لكن فلوس في ايديها ان هي مثلا تجيب خضار تجيب رز تجيب حاجة بيتها الكلام ده لا. من ساعة ما اتجوزوا وهو بيعمل معاها كده، ان هو ما بيديهاش فلوس في ايديها. كان اللي هو الاول بيجيب لها حاجتها، يعني بتقول الاول كان بيجيب لي حاجتي، لو مش بيخليني انزل اجيب حاجة، يقول لي لا انا هجيب لك حاجتك قبل ما اروح على شغلي. بتقول قعد حوالي سنتين 3 4 يجيب لها حاجتها، وهي خلاص اتعودت على كده. هي بتقول انا اتعودت على كده، اتعودت على انه جوزي بيجيب لي حاجتي قبل ما بيمشي على الشغل. من بالليل يقول لي عايزه ايه، محتاجه ايه بكره، اقول له عايزه كذا، خضار فراخ بقى لحمه، الحاجه اللي انا محتاجاها بيجيب لي اللي انا عايزاه انا وولادي. بتقول بعد كده بقى على الحال ده حوالي 4 سنين. هي متجوزة ما شاء الله، متجوزة بتقول ليها دلوقتي حوالي 9 سنين. هي قالت ان هي متجوزة ليها حوالي دلوقتي 9 سنين. بتقول قعد الحال ده حوالي 4 سنين، ان هو يجيب لي كل حاجتي اللي انا محتاجاه يجيبولي. بتقول بعد كده مرة في مرة ما بقاش يجيب لي الحاجة، بقى يخلي ابن اخوه هو اللي يجيب لي الحاجة. بتقول عيل صغير كده سن كده 11 12 سنة يجيب لها مثلا لو خضار، يجيب لها رز مكرونة، الحاجات اللي هي محتاجاها هي او عيالها. بتقول بعد كده حصلت مشكلة ما بيني وما بينه، حصلت مشكلة ما بينه وما بينه. اتدخلت والدته في الموضوع، حماتها اتدخلت في الموضوع اللي ما بينها وبين جوزها، مع ان بتقول حماتي ملهاش دعوة بيه. يعني الحاجة اللي حصلت ما بينها وبين جوزها بتقول حماتي يعني الموضوع ما يخصهاش في حاجة، بس ابنها حكى لها. هي بتقول جوزي حكى لأمه على الحوار اللي بينه وما بينه، على المشكلة او على سبب المشكلة. بتقول لي حماتي ما هيش ميالة ليا قوي، يعني اللي هي مش بتحبها او ما بتحبهاش قوي، او اللي هو بالنسبة لها عادي، ما فيش يعني ود ما بينهم وبين بعض. بتقول بعد كده طالت المشكلة، بتقول قعدت فترة كبيرة مع انها ما كانش تستاهل. بتقول قعدنا حوالي، بتقول حماتي لما اتدخلت في الموضوع طبعا قلت لها ان انا مش غلطانة، المشكلة حصل كذا كذا. بتقول لي حكت لحماتي على المشكلة، طبعا هي مش هتغلط ابنها، صاحبة المشكلة بتقول هي طبعا مش هتغلط ابنها. بتقول لي وانا حكت لها على المشكلة، وطبعا مش هتيجي في صفي، جت في صف ابنها، وانا وابنها الصالحنا. هي بتقول انا وابنها اللي هو جوزها، يعني بتقول انا وجوز الصالحنا، بس ما صالحناش قوي، ما رجعش الحال زي الاول. بتقول ما رجعناش مع بعض زي الاول. بتقول لي بس انا وحماتي قعدنا حوالي 2 ما بنكلمش بعض بسبب المشكلة دي، مع انها مشكلة ما تستاهلش اللي حصل، وما تستاهلش ان احنا نبعد عن بعض 2. بتقول خلاص بطلت تروح عند حماتها، حماتها بطلت تيجي عندها، ولو عايزة تشوف عيال ابنها ولا حاجة جوزي بياخد العيال يودوهم لوالدته، يا اما هي بتبعت حد من عيال ابنها التاني يجي ياخد العيال عشان تشوفهم الكلام ده كده. لكن ما بقتش تيجي عندي، ما بقتش اروح عندها الكلام ده كله. بتقول مع ان حاولت اصالحها كذا مرة، حاولت اصالحها اكتر من 3 4 مرات وهي ترفض، واروح لحد عندها
وما ترضاش تقابلني. بتقول وسكت. بتقول لكن من ساعة ما حصلت المشكلة اللي ما بيني وبين جوزي وحماتي اتدخلت فيها. بتقول الأول طبعا زي ما قالت إن جوزها كان بيجيب لها الحاجة لمدة حوالي 3-4 سنين. بعد كده الولد الصغير اللي هو ابن أخوه بقى يروح يجيب لها حاجتها. بتقول بقى لقيت حاجة غريبة من بعد المشكلة ما حصلت. بعد المشكلة ما حصلت على طول لقيت حاجة غريبة حصلت لها، اللي هي ايه؟ اللي هي جوزها مش هيجيب لها حاجة، وكمان ابن أخوه مش هيروح يشوفها هي عايزة طلباتها ولا الكلام ده. يعني حتى ابن أخوه مش هيروح يجيب لها حاجة. اللي هو جوزها منع ابن أخوه إن هو يروح يشوف طلبات مراته. يعني ولا هو هيجيب لمراته حاجة ولا هيخلي ابن أخوه كمان يروح ايه يجيب لها حاجة. عمل ايه الزوج؟ الزوج عمل حاجة غريبة، بقى يجيب حاجة بيته. بتقولي بقى يجيب الحاجة بتاعة البيت اللي هو رز، مكرونة، سكر، حاجات البيت دي كلها، ودها عند سلفتي. صاحبة القصة بتقول ودها عند سلفتي، يعني ودها بيت أخوه، وقال لي أي حاجة محتاجاها اتصلي على مرات أخويا وهاتيها منها، وروحي وهاتيها منها. يعني بتقولي كمان أنا كمان هروح وأجيبها منها. اللي هو كمان مش هتبعت عيل من عيالها أو الكلام ده، لأ، أو هو هيجيب لي الحاجة دي، لأ. اللي انت عايزاه كلمي مرات أخويا وقولي لها أنا عايزة كذا، كلمها في الموبايل وتحضر لك الحاجة لحد ما تروحي. اللي هو ازاي ده؟ يعني لو انا مثلا عايزه رز اكلمها اقول لها انا عايزه رز عشان اعمل اكل العيله او الكلام ده، او عايزه اطبخ. مش مصدقه اللي انا بسمعه. هو ايه ده؟ لو عايزه سكر انا عايزه سكر، لو عايزه شاي، عايزه مكرونه، عايزه معرفش ايه كده. يعني بتقول جوزها عمل معاها طريقة. بتقول أنا أول مرة أشوفه، أنا عن نفسي أنا كمان أنا أول مرة أشوفه وأسمع بصراحة إن زوج يجيب حاجة بيته يوديها عند أخوه، وإن أنت تروحي لمرات أخوه وتقولي لها أنا عايزة. ده إيه ده؟ يعني أنا سألتها مرات أخوه مثلا بتبيع الحاجة دي وأنت مثلا هتروحي تشتري منها؟ قالت لي لأ. قالت لي مرات أخوه ما بتبيعش حاجة، مرات أخوه ست بيت عادي ما بتبيعش ولا بتشتري، اللي هي في البيت قاعدة في البيت زيها، بس جوزي بيجيب الحاجة ويوديها عند مرات أخوه. قالت لي بقى يجيب بقى باكيتات بقى، اللي هي باكيت السكر، باكيتة رز اللي هو رز الأكياس اللي هو بالكيلو ده، مكرونة. قالت لي بقى يجيب باكيتات اللي هي الباكيتة معرفش 10 كيلو 10 أكياس دي ولا ايه. قالت لي يودي الحاجة عند مرات أخوه، وأنا المفروض بقى هعمل أكل ولا هعمل أي حاجة أتصل عليها أقول لها أنا عايزة كذا، عايزة رز، عايزة سكر، عايزة مش عارفة ايه. يا إما أطلع عندها وأخبط على باب شقتها، يا إما أكلمها وتنزل لي الحاجة في السبت. ده ايه ده؟ ده ايه اللي الواحد بيسمعه ده؟ بتقول لي سألت جوزي اول لما قال لي الكلام ده، فاول ما قال لي هتروحي عند مرات اخويا تكلميها في التليفون او تروحي لها البيت وتقولي لها على الحاجه اللي انت عايزاها وتجيبها منها. بتقول لي انا قلت لجوزي الله يعني ايه؟ قال لي يعني حاجتك اللي انت عايزاها انا مودي الحاجه عند اخويا هناك، اللي انت عايزاه مرات اخويا هتحطه لك في السبت، او اطلعي عندها وخدي منها الحاجه. بتقول لي قلت له طب وده ينفع؟ يعني ينفع ان انا اروح لسلفتي واقول لها انا عايزه النهارده رز، عايزه النهارده سكر، عايزه النهارده مكرونه، عايزه النهارده معرفش ايه؟ قال لها دي بيت اخويا يعني بيت التاني. بتقول لي جوزي رد عليا وقال لي بيت اخويا يعني ده بيت التاني، حاجتك هاتها من هناك. بتقول قلت لجوزي طب اديله فلوس، انت مش عايز تجيب لي حاجه ومش عايز ابن اخوك يجيب لي حاجه، اديني فلوس في ايدي وانا هنزل انا اجيب الحاجه، انا هنزل اشتريها من اي سوبر ماركت او من اي عطار، لكن انا ما اروحش عند مرات اخوك واخبط على باب شقتها واقول لها اديني كذا، او اكلمها اقول لها انا عايزه منك كذا.
قال لها لا والله ما عنديش انا الكلام ده، الحاجة عند اخويا وروحي وخد اللي انت عايزاه، اللي انت عايزاه ابعتي وهاتيه. بتقول لي انا مش فاهمه جوزي بيعمل معايا ليه كده، اللي هو ازاي؟ قال لها هو ده اللي عندي. بتقول لي قعدت اقنعه وقعدت اكلمه، طب ما انا ما ينفعش ان انا اروح كل ما يحتاج حاجه اقول انا عايزه كذا ولا ده ولا ده ولا. قال لها لا روحي، مش انت كنت هتروحي السوبر ماركت وتشتري؟ انت هتروحي هتقولي لها هاتي، مش هتشتري، هتاخدي حاجات، هتاخدي حاجتك منها. قال لها انت ليه شايفاها ان هي حاجه صعبه وحاجه غريبه؟ عادي يعني، كانك رايحه السوبر ماركت وهتشتري. قالت له طب اديني فلوس واشتري، انا اجيب مكان ما انا عايزه، عطار سوبر ماركت اجيب مكان ما انا عايزه. قال لها لا مفيش الكلام ده، الحاجه عند مرات اخويا، عايزه تعملي حاجه الحاجه عند مرات اخويا، مش عايزه تروحي انت حره تسالنيش عن حاجه. بتقول لي كده، بتقول لي لكن ما حصلش الموضوع ده غير بعد المشكله اللي حصلت ما بيني وما بينه، مع اننا صالحنا صحيح ما رجعناش زي الاول، بس صالحنا. يعني المفروض كمان، هي بتقول المفروض كمان يعني حاجة البيت ما تدخلش في الكلام ده، اللي هو انا وانت حصلت بينا وبين بعض مشكلة ولا حاجة ولا سوء تفاهم ولا الكلام ده، إيه اللي يخليك تدخل مثلا كله في بعضه؟ بتقول لي انا ما اعرفش، انا مش قادره اظلم حماتي اقول حماتي اللي عملت كده ولا ايه، ولا هو من نفسه. بتقول لي انا مش عارفه، بتقول لي انا ببقى مكسوفه وانا رايحه لسلفتي عشان اقول لها اديني سكر، اديني شعريه، اديني رز، اديني مكرونه. بتقول لي انا ببقى رايحه في نص هدومي، يا اما بطلع اخبط على باب شقتها، يا اما بكلمها تنزل لي الحاجه في السبت. بتقول لي انا مش عارفه اعمل ايه معاه، بتقول لي انا ليا كتير على الموضوع ده. بتقول له خلاص مش قادره استحمل. بتقول لي انا خدت الموضوع في الاول عادي، صاحبه المشكله بتقول انا خدت، بتقول لي مش خدته عادي اللي هي مثلا يعني وافقت على الموضوع، لا، يعني هي بتقول بعد ما اتكلمت معاه وقالت له ما ينفعش واروح السوبر ماركت اروح للعطار اجيب الحاجه اللي انا عايزاها والكلام ده، هو مرضيش. بتقول لي لما مرضيش، بتقول لي انا سبته براحته، قلت الموضوع هياخد له اسبوع، 2 شهرين 3 والموضوع هيعدي. بتقول انا ليا على الحال ده اكتر من سنه او سنه ونص. معلش يا حبايبي انا اسفه على الصوت. بتقول انا ليا على الحال ده حوالي سنه او سنه ونص واكتر، ان هو لسه الوضع زي ما هو، ان انا بروح اجيب حاجتي من عند السلفيدي. بتقول كلمته كذا مره تانية بعدها، بتقول كلمته تاني بعد الموضوع ما هدي وبعد الموضوع ما خلاص، ما عدى عليه وقت، عدى عليه 3 4 شهور، عدى عليه سنه. قال لي لا كل حاجه هتفضل زي ما هي، يعني جوزي قال لي لا كل حاجه هتفضل زي ما هي، ما فيش حاجه هتتغير. بتقولي لما قلت له طب ابقى هات لي حاجتي من عند مرات اخوك من بالليل او الصبح قبل ما تمشي، قال لي لا والله انا مش فاضي عشان كل شويه اروح لمرات اخويا اقول لها انا عايز ده ولا عايز ده ولا عايز ده، انت بقى هات حاجتك بنفسك. بتقولي هو مرضيش ان هو يجيب لها حاجتك عايزاها هاتها بنفسك. بتقولي دلوقتي انا ليه اكتر من سنه ونص على الوضع ده وتعبت وزهقت. بتقول له ما تعرفيش كل مره انا بطلب فيها الحاجه انا حاسه ان انا رايحه بشحت، او انا بطلب حاجه اللي هي مش من حقي ان انا اطلبها. بتقول لي تعبت من الموضوع ده، مش عارفه اعمل ايه. والله وانا كمان مستغربه تصرف جوزك، يعني انا اول مره اسمع حاجه زي كده. مشكله حصلت ما بينك وبين جوزك زي ما اي مشكله بتحصل، زي ما اي راجل ومراته بتحصل ما بينهم مشاكل، ليه يدخل حاجه البيت في المشكله؟ انا اصلا ما اعرفش المشكله بتاعت حضرتك كانت عشان خاطر ايه، يعني عشان خاطر حاجات البيت، طلبات البيت والحاجات اللي هي ديت اللي هو خلاكي بتجيبها من عند مرات اخوه، ولا سبب المشكله كان ايه اصلا؟ انا ما اعرفش. بس مهما كانت المشكله، حتى لو المشكله على طلبات بيتك، حاجتك اللي هو رز مكرونه سكر الكلام ده، ما ينفعش اللي جوزك بيعمله. انا دلوقتي بكلم جوزك دلوقتي، انا دلوقتي بوجه كلامي لجوزك. يعني ازاي التصرف ده جه في دماغك ان انت تعمله؟ حصلت مشكله ما بينك وبين المدام بتاعتك،
اللي دخل الحياة كلها في بعضها كده؟ ما اي اتنين بيزعلوا مع بعض واي اتنين بيتخانقوا. قصة ان مامتك دخلت في الموضوع ومراتك ومامتك زعلوا مع بعض سنة اتنين، الكلام ده هقولك بتحصل. في ناس بتقعد بالسنتين والتلاتة والخمسة واكتر كمان، مفيش توافق ما بينهم وبين بعض، بس بعد كده ربنا بيصلح لهم الحال وبيكونوا كويسين مع بعض واحسن من الاول بكتير كمان. لكن موضوع دلوقتي ان انت تحصل مشكلة ما بينك وبين مراتك، حصلت مشكلة حتى لو على حاجة البيت، حتى لو بتقولك انا عايزة، لو بتقولك هاتلي، انا ما اعرفش المشكلة عشان ايه، انا ما اعرفش سبب خلافك انت مراتك عشان ايه. لكن انا دلوقتي بقولك افترضنا ان المشكلة كانت بسبب كده، بسبب حاجة البيت، بسبب ان هي بتقولك انا عايزة حاجة ولا هاتلي حاجة ولا الكلام ده. ما توصلش لدرجة ان انت تجيب حاجة بيتك وتوديها عند اخوك، ومراتك بعد كده لو محتاجة حاجة تروح تاخدها من مرات اخوك. ده اللي هو ازاي؟ ده اللي هو ماشي ازاي؟ ده اللي هو ماشي ازاي ده؟ يعني ازاي ان انت تقبل على مراتك ان هي، او هي ازاي اصلا تستحمل انها تروح لسلفتها كل يوم تقول لها انا عايزه منك كذا، رز، سكر، مكرونه، شعريه، مش عارفه ايه. او انت كده قصد تكسرها، انت كده قصد تذلها. هو الموضوع ما فيهوش حاجه غير كده. اللي يعمل كده، الراجل اللي يعمل كده مع مراته يبقى قصده حاجه في دماغه، قاصد ان انت تذلها، قاصد ان انت تكسرها قدام سلفتها، تكسرها قدام نفسها، قاصد تذلها قدام سلفتها برضو، قدام نفسها، قدام العيلة كلها. ما هو اكيد مامتك عارفة اللي بيحصل، مامتك عارفة ان انت بتبعت مراتك او انت جايب حاجة بيتك عند اخوك ومراتك بتروح تاخد منها حاجة بيتها والكلام ده. ما هو الموضوع اكيد مش في الديرة، الموضوع اكيد مش سر يعني. انت كده قصد تذلها قدام العيلة بتاعتك، قصد تذلها قدام اهلك، قصد تكسرها. ليه؟ يعني حتى افترضنا ان حصل خلاف ومامتك اتدخلت في الموضوع، يا ترى انت بتعمل كده معاها مامتك اللي طلبت منها كده، والدتك هي اللي قالت لك تعمل كده؟ احنا مش عايزين نظلم الست ونقول ان والدتك هي اللي قالت لك تعمل كده، عشان خاطر والدتك هي بتقول مفيش توافق ما بيني وبين حماتي. صاحبة المشكلة بتقول كده، انا وحماتي مفيش توافق ما بيننا وبين بعض. فيا ترى لما حصلت مشكلة ووالدتك اتدخلت فيها ووصلت لدرجة ان مراتك ووالدتك زعلوا مع بعض سنتين واكتر، لدرجة ان مراتك كانت بتروح تصالحها ووالدتك ما بترضاش تصالح، يا ترى والدتك اللي حكمت عليك بكده، والدتك اللي طلبت منك كده؟ احنا مش عايزين نظلم الست، بس اللي انا عايزه اقوله لك، حتى لو والدتك هي اللي قالت لك الكلام ده تقول لها لا يا ماما ما ينفعش، ما ينفعش. سواء والدتك اللي طلبت منك والله اعلم او انت اللي عامل كده، ما ينفعش. ازاي ان ست تروح لست زيها وتقول لها اديني؟ ازاي ان انت تجيب حاجه بيتك وتوديها عند اخوك، حتى لو اخوك يا عم وبتقول بيتك وبيت اخوك ماشي، اخوك على عيننا وعلى راسنا، لكن ازاي انت تكسر مراتك قدام مرات اخوك ان هي كل يوم تروح تقول لها اديني؟ سواء بقى طلعت خبطت على شقة اخوك ولا مرات اخوك حطت لها الحاجة في السبت. ليه؟ انت كده بتذلها، انت كده بتكسرها، تكسرها قدام اهلك، بتكسرها قدام نفسها. ليه تعمل فيها كده؟ ليه تتعب نفسيتها؟ ليه بتحطمها؟ مفيش ست تقبل على نفسها الكلام ده، مفيش ست تقبل على نفسها كده. يا ريت تراجع نفسك في اللي انت بتعمله. وكلمة واحدة عايزة اقولها لك، لو انت ليك اخوات بنات وهتقبل الكلام ده على اختك ان جوزها يعمل معاها كده زي انت ما حكمت على مراتك وبتبعتها لمرات اخوك ان هي تجيب حاجة بيتها من عندها وانت جايب الحاجة وسايبها عند اخوك، يعني مش فاهمة ان انت تبقى جايب حاجتك عند اخوك وتبعت مراتك تجيبها. لو انت هترضى كده على اختك ان جوز اختك يعمل مع اختك كده، وهترضى ان جوز اختك يذل اختك بالشكل ده ويبعتها كل يوم
تجيب الحاجه من سلفتها، اعمل كده مع مراتك. اعمل كده مع مراتك لو انت هتقبل على اختك كده. لو انت ساعتها لما تعرف ان اختك في الموقف ده او اختك بيحصل معاها كده ومش هتاخد موقف مع جوز اختك، اكيد مش هتستحمل على اختك الكلام ده. اكيد لما والدتك تحكي لك وتقول لك اختك بيحصل معاها كذا، او اختك تقول لك انا جوزي عمل معايا كذا، اكيد انت ما هتستحملش الكلام ده على اختك. ان اختك كل يوم تروح لسلفتها وتقول لها انا عايزه منك الحاجه دي، عايزه منك سكر، مكرونه، شاي، رز، الكلام ده عشان تعمل اكل لحضرتك واكل لعيالك. ده انت لو والدتك ذات نفسها، يعني مش هقول لك بقى اخوك بقى ولا مرات اخوك، انت لو والدتك ذات نفسها وانت جايب الحاجه دي وسايبها عند والدتك في البيت، وبتقول لمراتك تروحي تاخدي من امي كل يوم حاجتك وتقولها انا عايزه كذا ولا عايزه كذا، وكل يوم تروح تاخدي حاجتك من عند امي، لا طبعا مرفوض برضو. مش مرات اخوك. يعني لو حتى الكلام ده انت عامله ان انت جايب الحاجه دي عند والدتك مش عند اخوك، وقلت لمراتك ان انت كل يوم هتروحي تاخدي حاجتك من عند امي، مرفوض. يبقى انت كده بتذلها، بتكسرها. ويا ريت تراجع نفسك في اللي انت بتعمله، عشان اللي انت بتعمله مش صح. اللي انت بتعمله ده اكبر غلط. اول حاجه هيكره مراتك فيك، لان الفعل الانسان هو اللي بيخلي الواحد يتكره او يتحب. افعالك هي اللي بتخلي اللي قدامك يا اما يحبك يا اما يكرهك. هتخلي الست تكرهك اللي هي مراتك المحترمه، هتخليها هقولك ايه، هتوصلها لحاجات كتير تتعب نفسيتها. اول حاجه انت كده بتضغط عليها، بتتعب نفسيتها كده. هتوصلها ان هي مش عايزه اقول بقى تسيب البيت وتغضب وتشوف حل بقى معاك والكلام ده. ما هو كل واحد ليه طاقه بصراحه. ما هو انت مش جايبها جاريه، ما انت مش جايبها عشان تذلها، ما انتش جايبها عشان تكسرها. كل حاجه ولها نهايه، كل حاجه ولها اخر. لو هي ربنا مديها الصبر ومديها القوه ان هي تستحملك لحد دلوقتي، ان هي لها سنه ونص واكتر، انها كل يوم تروح لمرات اخوك وتقول لها اديني كذا واديني كذا، وتجيب حاجه بيتها من عند مرات اخوك اللي انت اصلا جايبها بفلوسك وسايبها هناك، محدش يستحمل كده. مفيش حد، مفيش واحده ست تستحمل الكلام ده. ويا ريت تراجع نفسك في اللي انت بتعمله عشان خاطر بيتك وعيالك، عشان خاطر ما تخسرش، والكل هيخسر. وربنا يصلح لك حالك ويهديك على حالك. ويا ريت لو اي حد يعني بيكلمك كلمه مال دماغك من مراتك، الكلام ده انت اضرب بيتك. ما تخليش اي حد يقول لك كلمه يملى دماغك بيها تيجي بها على الست اللي معاك، تيجي بها على بنت الناس، تيجي بها على مراتك. بلاش تذلها قدام حد، حتى لو امك مش مرات اخوك. واللي مش هتقبله على واحده من اخواتك او على اختك تقبلوش على مراتك. اللي مش هترضاه على اختك ترضاوش على مراتك ابدا، عشان دي بنت ناس برضو. وربنا يا رب يصلح لكم الحال ويبعد عنكم اي شر. مش هقدر اقول لك اكتر من كده. وفي الاخر لو فضل الحال على اللي حاصل ده الكل خسران. وصلوا على النبي حبايبي، عشان بالصلاة على النبي تطمئن قلوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.